مرحبا كيفكن؟ اليوم حابة أشارك معكن هاي الطريقة للبريوش السهل السريع مكوناته اقتصادية وموجودة بكل بيت وحرفيا يعني كتير سهل وبسيط. بداية عندي ظرفين من الخميرة، حطيت عليهم معلقتين من السكر وتركتهم مع نص كاسة مي دافية على جنب لحتى يتخمروا مثل ما واضح بالفيديو. هلأ بلشت خلط المواد الجافة، كيلو من الطحين مع معلقتين من السكر مع معلقتين من الحليب البودرة. تفاعلت عندي الخميرة وضفتها فوق الطحين وبلشت أقلب، وبعدين ببلش بضيف مي دافية بالتدريج، يعني بضيف وبخلط الطحين لحتى يتماسك معي وبلش إني أنا أعجنه يكون سهل علي عجنه. بضلني بضيف المي الدافية لحتى تنعجن معي وتصير العجن سهل. يعني هون بدكن شوية قوة لأنه هي بتاخد يعني شي 10 دقايق عجن والله. بعد ما خلص تجانست المكونات كتير منيح وهيك يعني صارت عندي عجينة شوي متماسكة، بضيف عليها الزيت، ربع كوب من الزيت بحطه بالتدريج كمان وبعجن، يعني بحط شوية زيت وبعجن شوية زيت وبعجن وهكذا. بس صارت عندي عجينة كتير لينة وهيك ويعني بتمسكيها بإيدك كتير طرية. حطيتها وحطيت فوقها كيس نايلون وتركتها لحتى تتخمر لمدة ساعتين. وشوفوا ما شاء الله هي العجينة بعد ما تخمرت تبارك الرحمن غير شكل. طبعا أنا حطيت ظرفين من الخميرة، أنا كنت مستعجلة أولا وتانيا الجو عندي كتير بارد. إذا عندكم الجو دافي أو معكم وقت ظرف واحد بكفي. هلأ بقى ببلش بعمل الشكل يلي يعني حاطّه ببالي. أنا حاطّة ببالي اليوم أعمل شكل ضفرة أو ضفيرة، أنتم بتقدروا تعملوا الشكل اللي أنتم بتحبوه بترتاحوا فيه. ممكن تتركوها كرات يعني خلص على حالها وخلص، ما في داعي للأشكال، بس يعني إنه كل مرة الواحد بغيّر تغيير. خلّيت العجين على شكل أسطواني، عملت ضفرة من 4 أسطوانات، خلّيت منّن تنتين بالسمسم المحمّص. حطيت السمسم على لوح السيليكون يلّي عندي وبعدين بلشت دحرج العجينة لحتى يتماسك مع العجين السمسم، يعني يعلقوا ببعض. هلأ ببلش شكل الضفيرة، بعدين بتركها تتخمر لمدة نص ساعة. بعد مرور نصف ساعة اختمرت العجينة عندي وتضاعف حجمها. وهلأ بقى ببلش بدهنها بالحليب، وبتقدري تدهنيها بصفار بيضة أو بيضة أو يعني كيف ما حبيتي، إلك حرية الاختيار. أنا بصراحة دهنت حليب وبفضل الحليب. حاولوا تكون الفرن يعني مو نايص كتير مشان ما تنشف العجينة، ولا عالي مشان ما تطلع معكن معجنة من جوا مو مستوية. خليها على نار متوسطة وراقبوها مع المراقبة، وهيك بتطلع معكن أطيب بريوش. بس تطلع من الفرن مباشرةً بندهنها بشوية من الزبدة أو شوي من الزيت حسب يعني أنتم شو بتحبوا، وبعدين بدهنها بشوية قطر. ممكن ترشوا عليها جوز هند، ممكن ما تدهنوها قطر بالمرة، يعني إلكن حرية الاختيار. هلأ هيك صارت فيديو اليوم خالص ووصفة اليوم خلصت، إن شاء الله يا رب تكون عجبتكن. إذا عجبكن الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولا تنسوا تكتبوا تعليق حلو تاخدوا عليه أجر لو حدا غيركن قرأه. وسلام.